عمرك حسيت انك في حاجه ان يبقى عندك قوه خارقه تنقل بيها نفسك من مكان للتاني في كام ثانيه بس؟ بلاش دي، عمرك فكرت لو في فعلا حاجه اسمها اكوان متوازيه هنوصل لها ازاي؟ طب عمرك فكرت منين جت فكره انتقال دكتور سترينج ما بين الابعاد والاماكن والازمنه بمنتهى السهوله من خلال بس دايره الطاقه اللي بيعملها دي؟ كلامنا النهارده عن البوابات النجميه، وركز معايا حبتين تلاتة وكمل معايا للآخر. وقبل أي حاجة حابب بس أقول لك على كلمتين. الموضوع ده جدلي جدا ومش المفروض تاخد فيه رأي مطلق، أنا هبقى مجرد ناقل المعلومات وعليك تأيد أو تعارض، لكن عشان تعرف ده يلا بينا نبدأ. البوابات النجمية أو بالإنجليزي ستار جيتس، وليها مسميات تانية زي أستريا بورتا أو تشابا آي، وده طبقا للمصادر هي ترجع لحضارة اسمها جوا أوت، وطبقا للمصادر هي حضارة قديمة كانت موجودة من آلاف السنين وما كانتش بشرية، كانت عبارة عن طفيليات حية، وكانوا بيختطفوا البشر ساعتها عشان يستعبدوهم. وده مش كلامي، ده كلام المصادر، وعشان دي حاجة جديدة شوية على ما سمعنا فخلونا مرة نعمل عنها حلقة، بس مش موضوعنا، خلونا نكمل. البوابات النجمية هي عبارة عن منافذ ومرات بعدية وكونية ليها الإمكانية إنها تنقلك من مكان أو زمان أو بعد لمكان وزمان وبعد تاني خالص، بل إنها ممكن تنقلك من كوكب لكوكب تاني خالص، وكل ده في كام ثانية بس. وده بيعتمد بشكل رئيسي جدا على فكرة الثقوب السوداء واللي ليها علاقة قوية بها جدا، وكلنا عارفين إن الثقوب السوداء بتتكون بعد موت النجوم، وده بيعتمد بشكل كبير جدا على نظرية اسمها اينشتاين روزن بريدج، واللي بتقول ان بعد انهيار اي نجم الطاقه المغناطيسيه للارض واللي بتطلع طبعا من القطبين بتوعها بتتقابل مع الطاقه المغناطيسيه اللي طالعه من الشمس عند نقطه معينه في مسافه معينه عشان يحصل اختلال في الزمن الفضائي. ايه هو الزمن الفضائي؟ هو الزمن بتاع المسافات والفراغات اللي موجوده بين كل الاجرام السماويه، واحنا طبعا عارفين ان زي ما الارض ليها زمن القمر كمان ليها زمن، وحتى الفضاء والفراغ نفسه له كمان زمن. ولما بيحصل اختلال في الزمن الفضائي ده بيتكون حقل طاقة مكثف جدا، وهنعرف بعدين ان حقل الطاقة ده والطاقة اللي جواها بتساهم بشكل كبير جدا في فتح البوابات النجمية. البوابات النجمية ما بتبقاش موجودة بشكل عشوائي على الأرض، ولكنها لازم تبقى متواجدة على واحدة من النقاط الدوامية أو فورتكس بوينتس اللي موجودة على الأرض، وبتحتاج كم هائل من الطاقة عشان تتفتح. كم هائل من الطاقة مش موجود على كوكب الأرض، وعشان كده دايما مكانها المفضل هو الفضاء بعد انفجار أي نجم، والانفجار الهائل ده بيحتاج كم هائل من الطاقة بيتولد عنه حاجة اسمها الدوامة غير مستقرة أو كوش، واسمها كده لقوة الانفجار. وعشان كده في اكتر من فتحة على الارض، اما كانت مفتوحة واتقفلت، واما هي مفتوحة بالفعل ولكن تم اخفائها، وهقول لك في الاخر تم اخفائها ليه ومين ليه مصلحة ده، لكن خلينا نكمل. وواحدة من الفتحات اللي عليها لغز كبير جدا وهي قيد الدراسة هي ستون هينج، ودي موجودة في سهل ساليسبوري الموجودة في مقاطعة ويلشاير جنوب غرب انجلترا، وهي عبارة عن أثر حجري موجود في المنطقة دي، وبترجع للعصر الحجري وأوائل العصر البرونزي. وعلى سبيل تكرار مكان احنا جبنا سيرته قبل كده، فتاني مكان هو قيد الدراسة وبشكل مكثف جدا هو مثلث برمودا، وده هنعمل عنه فيديو ان شاء الله هيكون قوي جدا ولكن في الوقت المناسب. لكن اللي المفروض تعرفه دلوقتي ان واحده من النظريات المقترحه بشده وعليها دعم كبير هو ان مثلث برمودا ده هو عباره عن بوابه بتوصل لبعد تاني بدليل اختفاء الطيارات والسفن فوقها وما بترجعش للابد.
وواحدة من أهم وأقدم البوابات اللي كانت موجودة على كوكب الأرض هي اللي موجودة في أهرامات أبو سير في الجيزة شمال منطقة سقارة. والعلماء بيقولوا إن هم لقوا هناك حاجة أشبه بمنصة مصنوعة من حجر البيربل، وبيعتقدوا إن البوابة اللي كانت بتتكون هناك كانت بتفتح حواسهم على الآخر، وكمان كانت بتمكنهم إنهم يتواصلوا مع قوة كونية ليها قوة وقداسة كبيرة جدا. واحد يسألني طب هل في حد شاف حاجة صريحة هناك أو شاف أي حاجة غريبة هناك واضحة؟ هقولك لا، مفيش حاجة صريحة، ولكن أغلب التجارب اجتمعت على إنهم بيحسوا هناك بذبذبات بتطلع على جسمهم على نفس نمط ضربات قلبهم، وكمان منهم اللي شاف ضوء أزرق طالع من المناطق دي. فهل ده دليل على وجود حاجة هناك؟ وعشان ناسا ما ينفعش تعدي من تحت ايديها ظاهرة فريدة بالشكل ده من غير ما تدرسها، وكلت البروفيسور جاك سكودرا العالم في البلازما الفيزيائية بجامعة اوتارو عشان طبعا يدرس الظاهرة دي. وناسا طلعت بتصريح وقالت ان هم اكتشفوا بالفعل تقنية جديدة بتمكنهم من تعقب البوابات النجمية ديت واماكن تواجدها، بل كمان التنبؤ باماكن فتحها قبل ما تتفتح. وجاك سكودرا طلع قال انهم بالفعل حددوا اكتر من نقطة فيها حقول مغناطيسية قوية جدا ما بين الشمس والارض. وناسا طلعت قالت ان في حال توافر الادوات اللازمة ممكن فتح بوابات هناك. ومن هنا اخدك للنقطة اللي انا حابب اخدك ليها، ايه هي الادوات دي بالظبط وليه ما تمش تحديدها على العلن، وليه دايما المعلومات ناقصة فيما يخص الموضوع ده بشكل مثير للريبة. انا هقول لك ليه. الاهداف السامية لناسا في دراسة الموضوع ده هي اياها الاهداف السامية لمين؟ الجماعة اياهم استخدام البوابات دي لادخال كل ما هو سلبي وشرير وشيطاني للعالم. وواحدة من المعلومات المثيرة للاهتمام جدا هو انه يقال ان العلماء المسلمين اكتشفوا بالفعل طريقة لفتح البوابات دي، وده عن طريق فيما يدعى بالرياضات الروحانية، وجزء اللي يتجزأ منها هو القرآن الكريم. ولكن تم طمس العلوم دي بشكل ما زي طبعا ما تم طمس علوم تانية للمسلمين زمان. وعلى الجانب الآخر التابعين للشيطان حابين هم يفتحوها بالطريقة التانية، واللي طبعا بتتضمن طقوس شيطانية عشان في الآخر يحطوا العالم في خطر دخول حاجات غير مرغوب فيها من عالم آخر. وبس كده، وده المفروض تعرفه عن البوابات النجمية. وهنا حابب ان انت تجاوبني على كام سؤال. هل انت شايف ان الموضوع حقيقي؟ وهل انت شايف ان الموضوع بيتم اخفائه عمدا لبعض الاهداف المشبوهة؟ بلاش دي. هل انت شايف ان بعيدا عن الاهداف المشبوهة ان ممكن في يوم من الايام تلاقي نفسك بتسافر عن طريق بوابة نجمية لأبعاد أخرى؟ طب هل من الممكن إن في بعض الأماكن يتوفر إمكانية إن أنت تنتقل ما بين أماكن للآخر جوه كوكب الأرض في كام ثانية بس عن طريق بوابات نجمية وتبقى بمثابة وسيلة جديدة للتنقل؟ بلاش دي. هل من الممكن إن يتم فعلا إخفاء الموضوع وبعيدا بقى عن الأهداف المشبوهة إن مجرد فكرة وجود حاجة زي دي في إيد الناس هيكون بمثابة كارثة وهيعمل فوضى؟ ولا رأيك في التعليقات؟ وباخد بص على المصادر لو حابب عشان تتأكد إن أنا بس مجرد ناقل للكلام. وبس كده، أشوفك في فيديو جديد، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة.